افكار كتير جدا. مستني ايه؟ مبقتش براجع نفسي زي الاول. لما ببقى زعلان بخرج عن شعوري. الزلزال واللي حصل واتعلمنا منه ايه. هو الطريق صعب جدا اكتر من اللي انا كنت متخيله. ليه كده؟ 21 سنة، العمر بيجري. مفيش منقذ زي ما كنا متخيلين. وقفت كتابة. السلام عليكم. ان شاء الله معاكم النهاردة في الحلقة التانية من قعدة شباب. هنتكلم فيها عن حاجات كتير جدا بإذن الله عز وجل، وبرضو في السريع عشان ما نطولش عليكم. أوقات كتير بنبقى مستنيين أو رابطين سعادتنا بحاجة هتيجي. اللي رابط سعادته بين لما أكمل مثلا، لما أتخرج، واللي رابط سعادته لما أتجوز، واللي رابط سعادته لما ألاقي صحاب حلو كويسين، واللي رابط سعادته لما أكون عندي فلوس، كمية معينة فلوس كذا، واللي رابط سعادته لما اجيب عربية، اللي رابط سعادته لما اكمل 25 سنة، واللي رابط سعادته لما اعمل مشروع. في الاول كلنا بنبقى فاكرين ان السعادة هتيجي لما حاجة معينة تحصل. طيب والحاجة دي لو ما حصلتش او حتى لما بتحصل بنلاقي نفسنا اللي هو طيب فين السعادة اللي انا كنت متخيلها؟ فين يعني؟ لان الحقيقة ان انت بتنسى ان انت تستمتع بالرحلة. هي الرحلة هيبقى فيها صعوبات وهيبقى فيها تحديات، لكن برضه هيبقى فيها حاجات كويسة. فلازم ان انت تستمتع بالرحلة بكل حاجة فيها بقى، بحلاوتها، بوحشتها، بالناس اللي فيها، بشخصيتك فيها، بتقلباتك، بزعلك، بفرحك، بكله. وربنا هيرزقك برضو الحاجة اللي تسعدك. بس السعادة انا اعتقد انها في الرحلة، مش في اننا نستنى حاجة تحصل عشان نكون سعداء. والسعادة برضو في الرضا، مش في انك تقارن نفسك بحد تاني، لان كل واحد له رحلته، كل واحد له ابتلاءاته وليه الصعوبات اللي بيواجهها سواء احنا شفناها او لا. دايما بقول البيوت اسرار، كذلك النفوس اسرار. فانت مستني ايه عشان تكون مبسوط؟ استعن بالله وحاول تعمل اللي في ايدك، وافرح بقدر الله وتفائل بالحياة تجد كل ما تتمنى، وابتسم ثم ابتسم وابتسم، ففي الابتسامة مفتاح لكل مغلق، تيسير لكل عسير، وزوال لكل هم. ويكفي أن نبتسم لأن ربي وربك هو الله. يكفينا أن ربنا موجود، شايفنا، سمعنا، شايف محاولاتنا وعثراتنا، وأن احنا بنحاول بعد ما بنقع كل مرة، فده كفاية. علم الله بنا تلك كفايتنا. طبعا الراعي الرسمي للحلقة الصورة دي: أبطئ قليلا، الحياة ليست سباق. أحيانا بنحتاج إن احنا نقعد ناخد نفسنا. مفيش حاجة تجري، كل حاجة قاعدة. احنا مش متأخرين ولا حاجة، كل حاجة تيجي في وقتها المقدر ليها. محدش سبقك ولا حد، ولا انت متأخر عن حد. ما فاتك لم يكن لك، وما كان لك لن يفوتك. كنت الأول زمان براجع نفسي كل يوم، اشوف ايه اللي عملته صح، ايه اللي عملته غلط، محتاجة احسن ايه. الكلام ده من 4 5 سنين. دلوقتي بقول هو ايه ده؟ ازاي الشخصية دي هي كانت الشخصية دي؟ الشخصية اللي دلوقتي بقت عايشة كده، الافكار بتتراكم في دماغها، ماشية بتغلط 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 وتكرر الغلط، بتراجعش نفسها. فعشان كده قررت ان انا هحاول اراجع نفسي تاني، لان مراجعة نفسك بتفرق كتير جدا. عارفة ان الموضوع مش هيبقى سهل عليا ان انا ارجع اراجع نفسي تاني، بس حتى لو هراجع نفسي كل شهر اكيد هيبقى احسن من ان انا اسيب نفسي ماشية كده كل حاجة سبهللة والدنيا بتبوظ كل مدى عن الاول، وانت بتقول لنفسك انا ازاي بقيت كده، انا ازاي وصلت لكده. هو الوصول لكده او للحالة اللي احنا بنبقى فيها دي ما بيبقاش بين يوم وليلة زي ما قلنا قبل كده، هو بيبقى تدرج. حاجة سيئة وهكذا بتلاقي نفسك بقى الشخص اللي انت بقيته دلوقتي. طيب، وانت زعلان او انت زعلانة بلاش تتكلم مع حد لو انت عارف نفسك بتتعصب او بتقول كلام ما انت مش قده، لان الكلمة اللي بتخرج ما بتدخلش تاني. خلاص الكلمة اللي خرجت ما بتدخلش تاني. وقت الزعل بلاش، لو انت بتقول كلام انت مش حاسب له حساب ما تتكلمش، خليك اهدى. لما تهدى اسكت كده، وبعد كده لو عايز تتكلم في وقت تاني وانت تكون اهدى هيكون افضل. لاحظت نفسي لما بزعل ممكن اتكلم
ناس محددين اللي انا عارفه ان هم مثلا مش هيدوا رد فعل شديد قصادي، لكن اكيد الكلام السيء معاهم بيزعلهم، او اسلوبنا لما يكون وحش معاهم ده هيزعلهم اكيد حتى لو ما بانش قدامنا. فبلاش نكون مع الناس الكويسين معانا وحشين. لما نكون غضبانين او زعلانين او كده، او متلخبطين او تعبانين وعارفين ان احنا رد فعلنا بيكونش احسن حاجه، فبلاش نعمل اي رد فعل اصلا، خلينا ساكتين احسن. الطريق صعب. كنت فاكره ان الطريق كنت عارفه ان الطريق صعب، لكن ما كنتش متخيله انه هيكون صعب كده بجد. مش متخيله ان الصعوبات هتبقى في الطريق للدرجه دي، ان انا هارهق كده بالطريقه دي. لكن فعلا الطريق صعب. وربنا عز وجل قال لقد خلقنا الانسان في كبد. فعلا الدنيا دار شقاء، الدنيا ما فيش فيها سعاده مطلقه، لكن ده ما يمنعش ان هيبقى فيها برضو بعض السعاده. برضو هي مش شقاء مطلق، اكيد هيبقى فيه سعاده، هيبقى فيه حزن، هيبقى فيه فرح، وهكذا. فلازم نتقبل نفسنا. حاول تتقبل ان الموضوع هيبقى صعب، حاول تتقبل انك اوقات هتبقى فرحان واوقات هتبقى فتور شديد جدا لدرجة انك مش قادر تعمل حاجة. ده عادي، احنا بشر مش آلات. دايما كنت بقول احنا مش ملايكة عشان ما نغلطش، ومش آلات عشان ما نتعبش. فعادي، هو الطريق صعب لكن مش عليك لوحدك، الطريق صعب معانا كلنا، كل واحد الطريق صعب بطريقة معينة. الزلزال اللي حصل في مصر من كام يوم، اول امبارح مش عارفه، او الاول من يومين ولا حاجه، الزلزال ده علمني حاجه، ان محدش عارف هيموت امتى ولا ازاي. احنا اوقات بنبقى مستبعدين قوي، اللي هو انا مش هموت دلوقتي، بيغرنا طول الامل عن العمل، او ان احنا نبقى بنعمل معصيه معينه مثلا ونقول عادي مش هنموت دلوقتي، انا مش هموت دلوقتي، كاننا خلاص بقى عارفين ان عمرنا فعلا طويل ومش هنموت دلوقتي. لكن لما جه زلزال على فجأة محدش عامل له حساب، عرفنا ان الموت مش بعيد زي ما احنا شايفينه. مش هقولك ان احنا بعد الزلزال ما بقيناش نعصي وخلاص وبقينا ملايكة، بس على الاقل نتعلم حاجة، ان انت لما تعصي حاول تستغفر على طول، حاول تتوب على طول، عشان محدش ضامن. الدرس اللي اتعلمته الفترة دي التدوين. لما بعدت عن التدوين بدأت الأفكار والدوشة والأخطاء تتبعها الأخطاء، وحياتي كلها بقت كده عبارة عن فوضى. التدوين بيقلل الدوشة اللي في عقلنا. كنت عايزة أعمل فيديو عن التدوين مخصوص، لكن مفيش طاقة زي ما قلنا، مفيش أصلا إن أنا أجهز وكده. التدوين سواء تدوين الأفكار، سواء تدوين الحالة اللي انت فيها، أو التدوين عامة، بيفرق كتير. بس ما اني بقى حصل لي بلوك من الكتابة اصلا، وبلوك من التدوين ومن القراءة ومن كل حاجة تقريبا. ف الموضوع اثر معايا جدا. لما بتلاقي حاجات اصلا بتترتب على بعضها كده، وانت بتوصل للضيق ان انت مش عارف انت ايه اللي مضايقك، او انت بتبقى فاكر نفسك مبسوط او مركب الوش اللي هو المبسوط ده حتى قدام نفسك، مش هقولك بقى قدام الناس وبتعيط من وراهم، لا، اوقات بنلبس الوش المبسوط قدام نفسنا، لكن بيحصل حاجات كده بنعملها لنفسنا بنلاقي لا، ان الوش المبسوط ده وراه حاجات اتراكمت كتير عايزة تتفرغ. عارف اللي هو محتاجين نتقيأ الافكار دي، محتاجين نكتب الافكار، محتاجين نفرغ دماغنا والدوشة اللي جواها والزحمة دي كلها. وبنفهم في الاوقات الصعبة ان مفيش منقذ، مفيش حد هيجي يقعد مكانك، مفيش حد هو اللي هيساعدك تعمل كل حاجة، لا، انت هتستعين بالله وانت اللي هتعمل نفسك كل حاجة. مفيش منقذ بقى، مفيش البطل الخارق اللي جاي على الحصان، مفيش الكلام ده، مفيش البطلة اللي هتيجي بقى تسمع تنقذ البطل مما يلحق به، مفيش برضو الكلام ده الكلام ده وهمتنا بيه المسلسلات والافلام والكلام دي كلها. اما في الحقيقة مفيش كده والله. دايما احنا مش مسؤولين عن مرضنا، لكننا مسؤولين عن تعافينا، فاهم؟ يعني انت لو اي مشكله فيها انت مش ممكن ما تكونش مسؤول عن المشكله، لكن انت مش مسؤول عن حلها طالما انت واقع فيها دلوقتي، محدش هيجي يحلها لك من الاخر يعني. نحن مسؤولين عن انتزاع سلامنا النفسي من هذا العالم. في عالم الفوضى وعالم السرعه احنا مسؤولين ان احنا ننتزع سلامنا النفسي من وسط كل هذه المعمعه.
لان اول تعويض ممكن نعوض بيه نفسنا هو ان احنا نحاول نتعافى من اي حاجة احنا وصلنا لها عشان حاجة. يبقى اول تعويض نعوض بيه نفسنا هو تعافينا. الفيديو ده يكاد يكون الاخير قبل ما اكمل 21 سنة، وحاسة ان العمر جري قوي، جري جدا. 17/8 غالبا مش هعرف اعمل فيديوهات تاني قبل التاريخ ده، النهاردة 5/8. فحبيت اعمل ده كوسيلة ان انا اطلع شوية من الافكار اللي في دماغي. يعني انا كتبت العناوين بس بتاعتها وبعمل الفيديو دلوقتي. كل واحد يشوف يعني ان شاء الله عايز ايه، هو مستني ايه، هو باني سعادته على ايه اصلا. يحاول يفكر في الافكار اللي احنا قلناها النهارده. انا زي ما قلت لكم احنا مش بندي حلول اللي هو يلا سؤال وجواب سؤال وجواب. احنا مش في امتحان ثانويه عامه. احنا عارف زي اللي بنعمل كده مايند ماب مثلا، او بنعمل اللي هو اسمه ايه العصف الذهني، برين ستور، عصف ذهني. احنا بس بنحاول نطلع الافكار اللي في دماغنا واللي بتحصل معانا كلنا، ونحاول بعد كده كل واحد يفكر فيها ولازم كل واحد يسقطها على نفسه. ما تكتفيش بالسماع بس، يعني لان احنا بنسمع كتير لكن بنسأل نفسنا بعد كده ليه ما بنتغيرش. لان احنا ما بنحاولش نسقط الكلام على نفسنا، بنحاولش نطبق الكلام على حياتنا، بنحاول نسمع بس. فكتر السماع ده بيدي تشتت اكتر من هو بيدي تغيير. تمام. ونفتكر طبعا دايما وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ربنا عز وجل قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يعني كل واحد هيجي يتحاسب لوحده، عمل ايه لوحده. مش هنيجي كلنا مجموعات نتحاسب، احنا كل واحد هيتحاسب لوحده. وافتكر طبعا الافكار كنوز. كتابة الافكار هتقلل الضغط اللي في عقلك، سواء كتابة الافكار عادي اللي بتضغطك، او كتابة الافكار اللي هي فكرة جات لك مثلا اكتبها. الافكار كنوز. وكتابة الافكار هتقلل زي ما قلنا الضغط والتشتت، وان يبقى دماغك مشغول. لا انت خلاص فرغت الكلام على الورق. الكلام ده ليا لان انا بطلت من فترة وكده. طبعا لو حد بيسمع لحد هنا فيعني انا اصلا مش متخيلة اصلا ان حد يسمع لحد هنا، عشان بس ايه نبقى متفقين. هو الفيديو يعني غرضه ان انا اطلع اللي جوايا. غير كده ممكن يكون حد نفس التشتت والافكار دي عنده برضو فممكن يفيده. غير كده ان انا الوحيده اللي بسمع فيديوهاتي وبعمل تعليقات عليها وبكتب اقتباسات منها اصلا، ما حدش بيعمل كده تاني. فعادي يعني كنوع من تفريغ بما اني مش عارفه اكتب فيديو ده وكده. اخر رساله قبل ما اختم ان شاء الله: دون، اكتب عن نفسك، اكتب عن محاولاتك، عن عثراتك، وعن كرم الله الخفي لك. اكتب عنك اليوم تلتقي بنفسك غدا وتدرك كيف كنت بالأمس. واكتب لترى أنك رغم كل شيء ما زلت هنا واقفا. اكتب ولا تتوقف، فالورق لا يحكم، والله يراك وأنت تحاول. دي كتابتي. اللي جاية دي بقى دي للدكتور خالد الشوغي، هو اللي كان قايلها يعني. ولأن فيه كل الخير لك افرح بقدر الله وتفاءل بالحياة تجد كل ما تتمنى. وابتسم ثم ابتسم وابتسم، ففي الابتسامة مفتاح لكل مغلق، تيسير لكل عسير، وزوال لكل هم. ويكفي أن نبتسم لأن ربي وربك هو الله. ويكفي أن نبتسم لأن ربي وربك هو الله. سلام الله عليكم يا رفاق. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سلام الله عليكم أيها المحاولون.